السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اليوم إن شاء الله نشارك معكم واحد لا فيديو ديال بعض النباتات أو الأغراس اللي غنقوم بالتنقيل ديالهم من بوات ديال الميكا إلى بوات اللي كيتعلقوا. كنوجدوا ليهم التربة. عندنا 4 ديال الأنواع ديال التربة. كاينة التربة الطينية والتربة الرملية والبيتموس والتربة والغبار ديال الغنم. هو هذا الغبار ديال الغنم ديجا عندي انا ناشف مشمش مزيان. هو غنقوم نخلطوه في هاد البرويطه هذه مزيان، غنخلطوه مع هاد 4 ديال الانواع ديال التربه. بغيتي يكون عندك تربه صالحه للزراعه، زراعه النباتات او الاشجار، خاصك يكونوا عندك 4 ديال التربات. علاش خصهم يكونوا عندك؟ هاد التربه هادي كتصرف لك المياه، كتكون خفيفه وكتكون مزيانه، وكيكون عندك النبات ديجا كينجح لك على طول العام. كاين بعض الناس كيقولك حق النباتات التراب عندي ما كيصدقش ليا. دير 4 ديال التربات. بيتموس منين كنجيبوه من اوراق ديال الاشجار موجود في الغابات ديجا. هو اصلا بلا ما تصاوبو انت راه تمشي للغابه تجيب واحد نص خنشه مع التربه الرمليه مع التربه الطينيه. شنو هي التربه الرمليه؟ هي ديال الناس ديال البناء، كتكون خاليه من الاملاح. اليوم ان شاء الله نتوما كما كتشاهدوا نقلنا هاد بعض اللوايات في هاد لي بوات اللي كيتعلقوا. وهادشي الحمد لله ساهل. لا بغيتي تقاد الامور الحمد لله. على كل حال نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا في عالم رشيد والزراعه. تابوناو عندي في لاشين ديالي، تبركوا على الجرس، تخليو لي لايك. اللي بغى شي استفسار شي حاجه مرحبا والف مرحبا. هادو بعد بلونط اللي كيتعلقوا في لي بالكو او في لي كولوار زوينين، الثمن ديالهم رخيص. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وتهلاو ليا في راسكم. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.